أزمة جديدة. لاعبون ريال مدريد يحاولون إسقاط كيليان امبابي. اتهم لاعبو ريال مدريد بمحاولة إسقاط زميلهم النجم الفرنسي كيليان امبابي من خلال تعمد عدم تمرير الكرة له خلال المباريات، وهو ما جعله يظهر بشكل باهت فنيا ويغيب عن التسجيل. ولم يهز مبابي شباك في آخر 4 مباريات لعبها مع ريال مدريد، إذ يعود هدفه الأخير إلى 19 أكتوبر الماضي في مرمى سيلتا فيغو بالدوري الإسباني. وفجر الصحفي الإسباني إيدو أغيري مفاجأة كبرى عبر برنامج إل شيرينغويتي الشهير، عندما اتهم لاعبي ريال مدريد بمحاولة إسقاط نجم الفرنسي، وأنهم لا يريدون تمرير الكرة له خلال المباريات. وقال أغيري: امبابي أفضل من فينيسيوس جونيور، انظروا إلى عدد الأهداف التي سجلها مع الفريق، فهي أكثر مما أحرزه البرازيلي، وبالتأكيد أن تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين في 7 مباريات مع ريال مدريد أمر ليس سيء، وأنا متأكد بأنه سيعود إلى التسجيل قريبا. واصل: أشعر بأن لاعبي ريال مدريد لا يبحثون عن كيليان امبابي خلال المباريات، يكون متاحا لتلقي تمرير في أكثر من مرة، لكنهم يقررون عدم التمرير له. انتقل كيليان امبابي إلى ريال مدريد في صيف العام الجاري كلاعب حر، بعدما ظل الفريق الأبيض يبحث عن التعاقد معه منذ سنوات، قبل أن يصير شهر يونيو الماضي كلاعب حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان. وأنا برأيي أرى أن كيليان امبابي صراحة لا يفقه شيئا في التسجيل، كما قال محمد كم لاعب تنطبق عليه قاعدة لا تنطبق على أي لاعب في الدنيا، تنطبق فقط على كيليان امبابي. هو من أمهر وأسرع لاعبي العالم، ما يمنح فرصة الوصول لمرمى الخصوم أكثر من أي لاعب آخر، ولكن بالمقابل يهدر 3 أضعاف ما يسجل. لهذا لا يمررون له الكرة لكي لا يخسر الفريق. والسلام عليكم.